كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. طبعا انا اتأخرت عليكم بالفيديو ده. احنا طبعا في شهر رمضان، وده فرصة جميلة جدا ان احنا نبدأ ندرب اطفالنا على الصلاة. فمهم جدا ان احنا نبدأ نفهم الطفل ان احنا جينا الحياة دي كلها عشان نعبد ربنا، وده نقدر نفهمه من خلال حوار بسيط مع الطفل. فلازم الطفل عندي يدرك ان احنا كل وظيفتنا في الحياة ان احنا نعبد ربنا. مهم جدًا إن أنتِ دورِك كأم إن أنتِ تفهمي إن الطفل عندي لا يدرك أقوال، ولكن يدرك الأفعال. بمعنى أنا مهما اتكلمت عن أهمية الصلاة و فرض الصلاة بالنسبة لنا إحنا كمسلمين، هو مش هيدرك ده غير لمّا يكون القدوة بتاعته بيصلّوا، غير لمّا يكون ماما وبابا هُم بيصلّوا قدامه. ويا حبذا إن أنتِ دورِك كأم إن إحنا نشتري عباية جديدة، مصلية جديدة، إسدال جديد. ليه مهم النقطة دي؟ مهم النقطة دي بحيث إن أنا أربط عندي دور العبادة بذكرى جميلة حلوة للطفل، ويا سلام هو اللي يختارها، ويا سلام هو اللي ينقيها. كل الحاجات دي بتشجع الطفل على العبادة وعلى الصلاة. امشوا بالدور ده أو اعملوا الخطوات دي، أو يا ريت كل أم تطبّق الخطوة دي، تقول لي رأيها وقد إيه نفع معاها مع ابنها، أو